حافظ عز العرب ممثلين لثلاثة من هؤلاء المرشحين الذين يطلق عليهم عادة مرشحو التيار الإسلامي. ضيوفنا اليوم هم الأستاذ هشام نور الدين عضو المكتب الإداري لحملة حازم صلاح أبو إسماعيل، أهلا بك. والأستاذ محمد مؤمن مدير حملة الدكتور محمد سليم العوة، أهلا بك. والدكتور محمد الشهاوي مدير حملة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح. وللتعليق على ما سيأتي من النقاش في هذه الحلقة معنا محمد السيد صالح مدير تحرير المصري اليوم، أهلا بكم جميعا. قبل أن نبدأ في الدخول في تفاصيل الخارطة الانتخابية والخارطة السياسية، هناك احتمالات ثلاث لكي يتمكن المرشح من أن يتحول من مرشح محتمل إلى مرشح حقيقي. إما أن يأتي بتوكيلات أو ترشيحات من 30,000 مواطن مصري من 15 محافظة، أو من عدد من أعضاء مجلسي الشعب والشورى، أو أن يرشح المرشح أحد الأحزاب الأعضاء الذين لهم أعضاء في هذا المجلس. أولا بالنسبة لحملة حازم صلاح أبو إسماعيل، أي من هذه الخيارات ستتبعون؟ والله هو الخيار الثاني والخيار الأول والخيار الثاني، سواء عدد من شعب مصر يدي توكيلات، أو سواء كان عدد من مرشحي مجلس الشعب والشورى. لم تحسموا الأمر بعد أم الاثنين الحقيقة الحمد لله رب العالمين، يعني بنقدر نقول إن هم متاحين في اللحظة الحالية، وإن شاء الله إحنا مش شايفين أي مشكلة في الخيارين دول. بالنسبة للترشح باسم حزب هذا مستبعد. الحقيقة يمكن اتطرح في الفترة اللي فاتت كلام كتير عن رئيس توافقي، ولكن احنا الحقيقة حملة الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل مش منبثقة من حزب بعينه. الحقيقة احنا بنحاول نقول ان هي حملة الشعب المصري كله، فبالتالي احنا حتى لو الخيار ده متاح احنا مش هناخد الخيار. طيب، واذا كنتم ستلجؤون الى اعضاء مجلسي الشعب والشورى، من اي كتلة ستحصلون على هذه؟ سنتعمد انها تكون من اغلب الكتل الموجودة. طيب. وده برضو عشان خاطر نقول نفس الرسالة، هي ان الحقيقة الأستاذ حازم صلاح مش مرشح حزب بعينه ولا كتلة بعينها ولا حتى اتجاه إسلامي بعينه. طيب. ده مرشح الشعب المصري. ماذا عن حملة الدكتور سليم العوة؟ هو البند بتاع او شرط الترشيح بتاع ان هو يبقى حزب هو اللي يرشح الدكتور سليم، ده لا ينطبق علينا، لان المفروض ان هو يبقى عضو لجنة عليا في الحزب، وبما ان الدكتور العوة لا ينتمي لاي حزب فهذا الشرط غير متوفر فينا. الحقيقه احنا برضو ماشيين بالاتجاهين، حوالي 30 عضو او تزكية 30 عضو من أعضاء مجلس الشعب والشورى، وإن شاء الله 30,000 عضو أو 30,000 توكيل من الشعب المصري. من أي كتلة في مجلس الشعب؟ إحنا يعني الدكتور سليم العوة في تأييد من حزب الوسط، وهو يمثل يعني حوالي 10 مقاعد في البرلمان. في جماعات أخرى في مستقلين موجود برضه. بنأمل إن احنا نقدر ناخد برضه الموافقة أو الدعم سواء من كتلة الإخوان المسلمين أو حزب النور. تأملون في ذلك؟ نأمل في ذلك. طيب، الحقيقة ده أهم سؤال فيما هو آت بالنسبة للانتخابات. فريق العمل الميداني في حملتنا في انتظار إشارة البدء لجمع 30,000 توقيع، وهذا كان في الحسبان من ذي قبل، وجاري العمل في انتظار فقط التفاصيل التي كان يجب مبكرا على اللجنة المشرفة على الانتخابات أن توضحها فيما يتعلق بالاستمارات والتوكيلات، ولكن هذا الخيار الأساسي بالنسبة لنا، وبفضل الله نحن نزعم أن نحن نستطيع أن نحصل عليه في زمن قياسي. بدأت الاتصال السياسي مبكرا مع القوى السياسية الممثلة في مجلس الشعب وعلى الساحة بقيادة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح للتواصل الإيجابي وحيازة دعمها في الفترة القادمة، وإحنا متوقعين تأييد من أطياف العمل السياسي الممثلة حاليا في البرلمان بشكل قوي إن شاء الله. يعني في البرلمان الإخوان المسلمون قالوا بشكل واضح أنهم لن يدعموا أبو الفتوح. سنعود لمناقشة هذه النقطة. حزب النور ربما يعني يتوقع الكثيرون ألا يتجه نحو الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح. هناك بالتأكيد أحزاب أخرى، لكن حزب الوفد على سبيل المثال أو الكتلة المصرية هذه الأرجح أنها ستتجه إلى مرشحين
من الذين يطلق عليهم مرشحو التيار الليبرالي، يعني نعم. جاز التعبير. هل هناك يعني بالنسبة لكم كتل كافية في البرلمان، عدد أعضاء كافي في البرلمان؟ بالتأكيد، يعني أفهم سؤال حضرتك، ولكن كما حضرتك أشرت هي توقعات، والحالة السياسية في مصر بتتغير كل ساعة وليس كل يوم، وأعتقد أنه من المبكر حسم مواقف القوى السياسية المختلفة، ولكن اللي احنا علينا ان احنا بنعمله هو الاتصال السياسي المركز مع قوى سياسية بعينها. وهذه يعني المهمة أعتقد بالنسبة لشخصية مثل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح يحظى بتوافق كثير من القوى السياسية، وهناك جسور مبنية مسبقا ممثلة في مبادرات كان يقودها الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح أو تقودها هذه الأحزاب ويدعمها الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وحملته على مسار الثورة وما بعدها. اشتركنا في كثير من المبادرات مثل مبادرة الأزهر، مبادرة إعلان النوايا التي أعلن عنها الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح. كل دي أمثلة من التواصل وبناء الجسور مع القوى السياسية التي أعتقد أنها ستؤتي ثمارها في هذه اللحظة الراهنة. محمد سيد، هل تتوقع أي صعوبات بالنسبة على الأقل لهؤلاء المرشحين الثلاثة يعني في الوصول إلى مستوى الترشح الرسمي؟ والله لا، من التعليقات الثلاثة أعتقد أن فرص الشيخ حازم صلاح عبد اسماعيل ستكون أقرب للحصول على أصوات النور. أعتقد أرضية الرجل في الشارع هي ثقيلة أيضا لو أراد الحصول على التفويض من 15 الاستمارة به وفقا ما قاله المستشار فاروق سلطان، فسيكون سهل أنه يحصل على ال 15 التوكيلات من 15 محافظة. أعتقد العوة هو الأقرب إلى الشارع أيضا منه إلى البرلمان، وكذلك فيما يتعلق بأعمال الفتوح سيكون الموضوع أسهل للشارع. في بالنسبة للدبلوماسية أنا أعتقد أنهم لن يحظوا على لا يعني واضح قوي حتى يعني ده أعتقد أن هو الإخوان لم يحسموا الموضوع يعني موقفهم حتى الآن. أنت قبل الأوقات تحدثت عن التصريح الذي تذكرت أن أنا قرأته الساعة 4 بعد عصر اليوم، أن المرشد الإخوان قال أننا لم نحدد من سندعم في الانتخابات وما إلى ذلك، ولكن أعتقد بشكل واضح أن حازم صلاح عبد اسماعيل من الممكن بسهولة أن يحصل على جميع أصوات حزب النور ما عدا ذلك في الانتخابات في الترشيح ما عدا ذلك النموذجين الآخرين أبو الفتوح والعوة أقرب إلى الشارع لضمان النسبة، ولكن أعتقد أيضا أنهم سيحصلوا على أصوات بشكل شخصي من كتل من الوسط زي ما محمد كان بيقول وما إلى ذلك، ولكن ليس أصوات الإخوان لن تذهب لأي من الثلاثة حتى في المرحلة. طيب فلنذهب سريعا إلى مسألة الإخوان. طبعا هي القوة السياسية الأكبر في مصر على الأقل من حيث التمثيل في مجلس الشعب، حتى الآن لم تعلن موقفها بشكل واضح، لكن بالنسبة للمرشح المحتمل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، هل يمكن أن تعولوا على أصوات من جماعة الإخوان المعروفة يعني على مدى عقود بقوة تنظيمها ومبدأ السمع والطاعة؟ طبعا مكتب الإرشاد بشكل واضح يعني يقف ضد ترشيح عبد المنعم أبو الفتوح. هل يمكن أن تعولوا على أصوات من داخل الإخوان بشكل يعني كبير أم أنها ستكون أصوات فردية؟ بلا أدنى شك نستطيع أن نعول ذلك، لأن كما أنه الإخوان معروفين بالتزامهم التنظيمي، أيضا معروفين بإعلائهم للمصلحة الوطنية وحسن قياسهم للأمور، وأنهم أصحاب رأي وأصحاب فكر، وفي اللحظة المناسبة يستطيعون أن يحسمون خياراتهم لصالح البلد. وأنا كل تتحدث عن كوادر أم تتحدث عن مكتب الإرشاد؟ يعني هل تفترض هنا أن مكتب الإرشاد قد يعدل موقفه، أم أنك تتحدث عن إمكانية ذهاب الكثير من أصوات كوادر الإخوان إليكم رغم قرار من مكتب الإرشاد على عكس ذلك؟ الحقيقة تستطيع حضرتك توجه هذا السؤال لمكتب الإرشاد، وإن كنت أرى أنه هو يعني بطبيعة العملية السياسية يغير من مواقفه يعني بشكل يعني تدريجي أو بشكل ملحوظ، ولكني أبني قناعاتي على تيار كبير في الإخوان المسلمين وعلى الأغلبية العظمى من هذه الجماعة المباركة التي تدرك جيدا أن هذه مسؤولية أمام الله عز وجل. يستطيعون أن يتناقشوا، يتبادلوا الرأي، يطبقوا مبادئ الشورى، ولكن في اللحظة المناسبة يفعلون ما يملي عليه ضميرهم، بالذات في مثل هذا الاستحقاق الهام وهو الانتخاب الرئاسي. ثقافة الإخوان وتفكيرهم وحرصهم على المصلحة العامة والجزء الذاتي عند عموم يعني الكتلة الإخوانية الصالحة
تجعلني واثق تماما من دعمهم للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح. طيب أريد أن أسمع تعليق سريع منك قبل أن نعود لباقي الحملات. يعني هل هناك مؤشرات على ذلك، على انقسام يعني على تمرد على قرار مثلا يعني نتحدث عن مستويين، المستوى الاول الترشيح والمستوى الاول الانتخاب. في كلا الحالتين اعتقد ان حتى الترشيح اعتقد هناك اصوات داخل البرلمان مجلس الشعب لم تكن مع المنصه وكانت ضد رغبه الاخوان في كثير من القضايا، في قضيه بورسعيد، في القضايا المعروضه حاليا فيما يتعلق بالماده 28 وما الى ذلك. هناك اراء، انا فوجئت براي سعد عبود على سبيل المثال المعارض تماما لمثل هذا التوجه. اعتقد ان اصوات كثيره قد تؤيد الدكتور عبد المنعم الفتوح، خصوصا انه الخروج الاخير من جماعه الاخوان المسلمين كان خروجا غامضا لبعض القيادات الاصلاحيه الرائعه، وكثير من حتى المرشد الحالي لم يكن مرشدا عندما خرج عبد المنعم الفتوح. فاعتقد ان الرجل في الوقت المناسب سيترك العمليه للقواعد. اما ان قرار الاخوان، قرار مكتب الارشاد سيكون ترك المساله للقواعد. هناك لن يتخذوا موقفا رسميا بالفعل في الوقت المناسب سيترك للقواعد. اما على المستوى العام فسمعنا اصوات كثيره جدا من الشباب ومن غيرهم انهم سيعودون عبد المنعم الفتوح. يعني اصوات، يعني انا بتكلم بقى على المستوى الاخر، مستوى يعني الانتخاب. كم عدد من انضم الى حملاتكم من متطوعين ممن كانوا في صفوف الاخوان؟ لا أدري إذا كان ده يكون قياس يعني مماثل ولا لا، لأن حملتنا الحقيقة تضم من كل أطياف الطيف المصري، سواء كانوا رجالا ونساء، مسلمين وأقباط، ومن مختلف الاتجاهات الوطنية. ولكن نشعر بالدعم الإخواني، نشعر بالدعم من أصدقائنا على مساحات واسعة من الاتصال بالدوائر الإخوانية، وهذا شيء ليس بمستغرب. يعني يمكن كما قال الأستاذ هو فعلا ده واضح، وأعتقد أنه يتنامى في الفترة القادمة. الحقيقة الموضوع كما يعني أراه ويراه كثير من أصدقائي من الإخوان أنه مسؤولية وطنية في لحظة حاسمة تتطلب أعلى درجة من التجرد والبعد عن يعني التحزب البسيط. أستاذ محمد مؤمن، تصريح اليوم للمرشد العام يتحدث فيه عن دعم الإخوان المسلمين لمرشح ذي خلفية إسلامية لكنه لا ينتمي إلى أي حركة إسلامية منظمة. ربما يبدو للكثيرين أن العوا هو أقرب من يحقق هذه الشروط. هل تراهنون فعلا على دعم الإخوان، خاصة وأن يعني على الناحية الأخرى الكثير من أو على الأقل بعض قيادات الإخوان سمعت منها مباشرة أنهم يشعرون أن العوا حرق بسبب اقترابه الشديد من المجلس العسكري حسب تعبيرهم؟ خليني أقول لحضرتك أن أنا لا أتصور أن الجماعات الإخوان المسلمين مش هتدعم حد إسلامي. يعني لما كان حصل فيه بعض التصريحات من قيادات الإخوان المسلمين بعدم دعمهم لمرشح إسلامي من المرشد ذاته، يعني قد يكون المرشد أحد هؤلاء الذين صرحوا بهذا التصريح، لكن أنا لا أظن أن الفرصة بعد 83 سنة من الجهاد والعمل في سبيل النظرية الإسلامية أن يجي جماعة الإخوان المسلمين في هذه المرحلة الراهنة الحرجة التي تمكن الجماعة من تحقيق هدفها اللي حطه الإمام حسن البنا، ان هي تتخلى عن هذه النظريه. فالحقيقه انا طب وماذا عما قاله محمد السيد انه ربما يترك الامر لقواعد الجماعه، ربما يترك الامر للاختيار بين اكثر من مرشح؟ مطروح طبعا، الكلام ده كله ممكن يكون مطروح، لكن في نهايه اليوم هيبقى ما احنا قدام خيارين. خيار يا اما الجماعه هتختار تقول رشحوا او تأيدوا فلان الفلاني اللي هو لازم يبقى خلفيته اسلاميه، فده شيء مسلم به. الأمر الآخر أن في حالة لو الجماعة تركت الحرية لأفرادها لاختيار من يرونه مناسبا أو يحقق النظرية الإسلامية التي دعا إليها الإمام حسن البنا، فأنا أظن هنا هيبقى الإخوان ليهم شقين مقسومين لكذا، فئة الشباب، وفئة الشباب دي بما ليها من حالة ثورية، وقد يكون لها الشعور العاطفي الثوري هو اللي غالب عليهم، قد يكون ده ليهم تأثير أو ليهم توجه ناحية مثلا الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح. والجانب الآخر جانب الشيوخ الجماعة ومن يسموا بعقلاء الجماعة، مش عايز أقول العقلاء الحقيقة، لكن هم من يمثلون العقل المحرك للجماعة. فأظن الفكر الدكتور سليم العوا هو أكثر واحد قريب منهم، خاصة مواقفه السابقة مع الجماعة. مواقفه طبعا الدكتور سليم العوا حسب ما قوله ان هو. طب دعني انقل لك ما قيل يعني في هذا السياق من بعض القيادات الإخوانية انه يخشون يعني السيناريو الأسوأ بالنسبة إليهم هو ان يدعموا شخصا
لا يفوز في النهاية، ينتهي الأمر بخسارته، وأنهم يعتقدون أن الدكتور محمد سليم العوا عرض نفسه بالمواقف التي اتخذها والتي حسبت ضده باقترابه الشديد من المجلس العسكري، عرض نفسه لهذا الاحتمال. انا اتصور ان الجانب الاسلامي او الكتل السياسيه الاسلاميه لابد انها تتفق على مرشح واحد علشان لا تفتت الاصوات. يعني انا بعني هنا تحديدا حزب الحريه والعداله وجماعه الاخوان المسلمين وحزب النور والكتله السلفيه، ان يتفقا معا، لابد ان يتفقا معا من وجهه نظري منعا لتفتت الاصوات، لان الحقيقه هيبقى في هذه يعني لو ما حصلش في اتفاق في الاصوات احنا كده قدام معضله كبيره جدا قد تعرض المشروع الاسلامي في خطر في القلب. يعني الامر الاخر علاقه الدكتور سليم العوا بالمجلس العسكري، فهي الحقيقه انا مش شايف ان هي سبه او تهمه يجب الدفاع عنها، بالعكس لابد اي سياسي ان هو يعمل ويشتغل مع القوى التي تدير البلد. دكتور سليم العوا كان بصفته سياسي لابد ان هو يكون ليه قناه اتصال مع المجلس الاعلى للقوات المسلحه، وده كان من خلال الحقيقه المجلس الاستشاري، وكان موجود فيه الحقيقه مش بس الدكتور سليم العوا، كان موجود فيه الدكتور محمد مرسي، دكتور عماد عبد الغفور، مهندس ابو العلا ماضي، ومعظم السياسيين في بعضهم اثر الانسحاب بعد احداث مثلا محمد محمود، وبعض الاخر اثر ان هو يكمل. لكن في نهايه اليوم الدكتور سليم العوا لما حصل وارتأى ان المجلس العسكري او مجلس الاعلى للقوات المسلحه في شاب قراراته بعض الغموض، هو الوحيد الذي قرر اعلن بايقاف حملته الرئاسيه، وان هو قال انا مش هقعد الف المحافظات واوعد الناس ببرنامج انتخابي وانا مش عارف امتى انتخاب رئيس الجمهوريه. ثم اعلن عودة الحمله الرئاسيه عندما تقرر تحديد موعد بغايته 30/6 لتسليم السلطه لرئيس مدني منتخب. لو انتقلنا للمرشح الثالث الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، يعني معروف عنه أنه يحظى بشعبية كبيرة في أوساط السلفيين بشكل خاص، والكثير من رموز السلفيين أعلنوا تأييدهم له، ومع ذلك يبقى حزب النور الحزب الرئيسي والدعوة السلفية يعني مترددين، على الأقل لم يحسموا موقفهم بشكل واضح لصالح حازم صلاح أبو إسماعيل. لماذا أولا في رأيك؟ وثانيا ما هي فرصكم في الفوز بدعم الإخوان المسلمين؟ طيب انا احب سريعا كده تعقيبا على اللي قاله استاذ محمد، من ان الاستاذ حازم صلاح ابو اسماعيل مش هيكون الاستاذ محمد انا اسف معذره منه مش هيكون عنده مشكله في الترشح بالبند بتاع 30,000 صوت. الحقيقه ده يمكن تصريح لاول مره يتقال. احنا عدد العاملين بالحمله المركزيه والحملات الفرعيه عدى 120,000 عامل، فده الحقيقه دول مقيدين عندنا، فدول ما فيش مشكله خالص. فهذا البند الحقيقه انا بس بطمن الناس ان احنا عدد العاملين في الحمله عدى 120,000 بني ادم دلوقتي. ده اول سؤال. تاني سؤال، الحقيقه احنا فعلا لينا تأييد من الاتجاه الاسلامي، والحقيقه احنا مش بنحصر ده بس في الاتجاه الاسلامي السلفي، لا الحقيقه واكثر مره يصرح الاستاذ حازم ان احنا بنراهن على كثير من اصوات الاخوان المسلمين. الحقيقه استطلاعات الراي عندنا، احنا بنعمل اخر استطلاع راي، احنا بنعمل استطلاعات راي تخصنا، الحقيقه كانت على عينه حوالي 20,000 صوت. الحقيقه طمنتنا الى ان جزء كبير من اصوات الاخوان، حتى وان حصل دعم لاحد المرشحين الاسلاميين او التوافقيين من مكتب الارشاد، فالحقيقه احنا شايفين ان هم في جزء كبير هيكون الاصوات دي في صالح الاستاذ حازم. الحقيقه احنا بنعتمد على استطلاعات الراي عندنا، بنعتمد على التواصل المباشر مع الناس، ودي الحقيقه الصوره اللي احنا مكونينها. الحقيقه احنا برضو ده جزء احب اطمن حضرتك، اغلب الناس بيحاول يحصر شعبيه الاستاذ حازم صلاح في كونها من الاتجاه السلفي او الاتجاه الاسلامي او الاتجاه الاخواني. الحقيقه احنا في الفتره اللي فاتت عملنا ما يقرب من حوالي 25 مؤتمر شعبي. عدد الحاضرين من الاتجاه الإسلامي كان عدد لا بأس به، ولكن عدد الحاضرين من الشعب المصري، عوام الشعب المصري باختلاف مشاربه واختلاف، هناك من يرى أن شعبية حازم صلاح واسعة في الشارع الإسلامي ولكنه يخيف الكثير من خارج هذا الشارع. والله يخيف، هو الحقيقة كثير من المخاوف طرحت في الفترة اللي فاتت. جزء من الحقيقة كان رد الأستاذ حازم كان في أكثر من لقاء تلفزيوني حاول يرد على جميع المخاوف دي. كثير من المخاوف طرحت، منها مثلا المرأة والتعامل مع المرأة بعد في حكمه. هيحاول يعمل نوع من التطمينات كثيرة، ولكن وده برضو شيء يذكر. يعني بغض النظر عن تفاصيل المواقف
ألا تعتقد أن هناك تخوفات كثيرة؟ أعتقد أن هناك تخوفات يتم المبالغة فيها ويتم الحقيقة محاولة إثارتها. أغلب الأسئلة الحقيقة اللي بتطرح الأستاذ حازم بتبقى مؤثرة، بتحاول تكون مؤثرة جدا على المخاوف دي. الحقيقة أنا مش شايف أن في أي شيء يدعي إلى الخوف ده. هناك تصايد يعني حتى لا، وإن كان أكثر ما يخيف الناس هو المبدأ الأساسي وهو تطبيق الشريعة الإسلامية. فكان دايما الأستاذ حازم بيقول أن في حاجة اسمها طاقة القبول الشعبي، فما فيش حتى وإن كنا هنطبق الشريعة الإسلامية فده بيكون بنوع من الرحمة وعلى فترة يسمح فيها طاقة القبول الشعبي بالتطبيق. طيب، عودة مرة أخرى إليك، تعليق على أمرين. أولا هذا الأمر الأخير، شعبية حازم صلاح خارج الشارع الإسلامي أو المنتمين للتيارات الإسلامية، والمسألة الأخرى ما طرح من أنه الأرجح ألا يصوت، ألا يدعم الإخوان مرشح ويدعم السلفيون مرشحا آخر. اولا ارجع بذاكرتك لورا، هتلاقي كل شعبيه حازم صلاح ابو اسماعيل عريضه جدا. وارجع لكل المليونيات اللي ما كانتش مليونيات ثوره كنت هتلاقي اللي داعي عليها الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل. دي كانت تلاقي كل الاتوبيسات كانت ماليه القصر العيني واصله لغايه عندكم هنا في قدام الاستوديو، كلها كانت جايه من الاقاليم بدعوه. اي نعم بصراحه معظم اللي كانوا جايين مش فاهمين في السياسه قوي، كانوا بيتكلموا بكلام حافظينه، وبعض هذه المليونيات كان لها تداعيات مثل تداعيات محمد محمود وما الى ذلك، لكن منتمين للتيار الاسلامي. ولكن هذه واحد. الشيء الاخر ان الشيخ حازم اعتقد ان هو يعتمد على انه ليس وجاه فقط، ليس وجاه سلفي فقط. والده واسهاماته في الاخوان المسلمين، الوالد كان عضو في البرلمان 86 وكان له جولاته على ما اعتقد 86 صح 86 وكان له جولاته الشيخ صلاح بن اسماعيل وما الى ذلك، وكان هذا من البرلمانات في ذهن جيل والجيل الذي قبلي كان مؤثرا ومن اهم البرلمانات في تاريخ مصر. اما الشيء الاخر اعتقد ان العامل المؤثر في شعبيه حازم صلاح بن اسماعيل وارتباطه هو ما طرحته من مخاوف ناس عاديين. قد يكون قطاع منهم الاخوان المسلمين انفسهم، قد يكون المسلمين العاديين، هذا التشدد الذي ظهر رغم محاولات بعض مقابلات الفضائية وما إلى ذلك التقليل منها. وفي عامل مؤثر آخر اللي هو اللي سمعته يمكن من يومين ثلاثة بس من الشيخ محمد حسان، أنهم في طريقهم وعدد من رموز الدعوة السلفية والدعوة الإسلامية لتحديد مرشح بعينه إسلامي. أعتقد ده يمكن أطرح عليكم إن هو ده سيكون عامل مؤثر من الذي سيختاره. إذا أخذنا ردا على الجزء الثاني من سؤالك، رد الإخوان نفسه وحديث الإخوان عن سندعم مرشحا بخلفية إسلامية ولكن ليس كادرا في جماعة بعينها، أقول لك أن هذا التصريح الموازي والذي قد تتضح معالمه خلال الأيام المقبلة، وهي دعوة محمد حسان وعدد من الشيوخ الإسلاميين، من الذي سندعمه وما الذي سنتفق عليه. واعتقد ان الرجل كان جديا لانه قرر هذا التصريح يمكن مرتين ثلاثه ورا بعض انه سيتفقوا وعدد من رموز الدعوه السلفيه والاسلاميه على مرشح بعينه. طيب، سنواصل الحديث حول هذا الموضوع وايضا في الجوانب التي لا تتعلق بالحركات الاسلاميه مباشره، لكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا. كن أول من يعلم بآخر مستجدات الأحداث من BBC. اطلع على أحدث عناوين وتفاصيل الأخبار أينما تكون. ابحث عن الأخبار التي تهمك وشاهد مقاطع فيديو على هاتفك المحمول مباشرة. خدمتنا مجانية، لكن عليك تحمل تكلفة الاتصال بشبكة الإنترنت. موقعنا على هاتفك bbcarabic.com/mobile. أهلا بكم من جديد مشاهدي ومستمعي BBC إلى هذه الحلقة من أجندة مفتوحة التي نتحدث فيها عن الخارطة السياسية التي ستحدد من هو الفائز في انتخابات الرئاسة. وضيوفنا اليوم هم ممثلون عن بعض المرشحين المحتملين الذين ينتمون أو الذين يطلق عليهم عادة مرشحو التيار الإسلامي. محمد سيد صالح، أعود إليك سريعا في هذه النقطة التي كنت تطرحها قبل الفاصل، وهي مسألة أن الدعاء السلفيين سوف يتفقون على مرشح واحد على الأرجح.
هل تعتقد أن هذا المرشح سيكون مختلفا عن مرشح الإخوان، أو هل هناك احتمال قائم بأن يكون مختلفا؟ والله غير متفق. أعتقد الشيخ محمد حسن هو يتحدث، وأعتقد أن في ذهن المرشح قد يكون مرشحا آخر، قد يكون موقف الرجل هناك تنسيق ما. أزعم أن هناك تنسيق ما مع الإخوان المسلمين. الرجل يقدم نفسه الآن ليس كدعاية سلفية فقط ولكن كدعاية إسلامية، وأعتقد أن الأمور الآن، وإذا كنا نتحدث عن العوى وقربه في الفترة الأخيرة من المجلس العسكري، فأعتقد أن الشيخ محمد حسان هو كرر أكثر من مرة موقفه القريب من المجلس العسكري والحفاظ على الجيش البلد وما إلى ذلك، والتفريق بين المجلس العسكري وكان تشير إلى أن هذا المرشح قد يكون هو سليم العوى. قد يكون هو. أعتقد لا أعتقد أنه سليم العوى، ولكن أعتقد أن هناك تنسيق يجري بشكل ما مع الإخوان المسلمين. إذا كنا قد نحينا جريمة المرشح التوافقي وفشل هذا الطرح من الأسبوع الماضي، قد يكون بصيغة أخرى، قد يعود بصيغة أخرى. توافق إسلامي. الحديث أمس أحيلك، إذا كنت تتحدث اليوم عن تصريح المرشد، فأحيلك لتصريح فقط عن أمس للإخوان أيضا يتحدثون عن أنه في هناك صيغة ما للمرشح التوافقي. قد يكون هذا المرشح التوافقي المرشد، قد يكون هناك تنسيق ما بشكل ضمني مع المجلس العسكري، ولكن قد يكون هناك تنسيق مع محمد حسان وغيره بحثا عن مرشح من الثلاثة أو من خارجهم. طيب، يعني دون أن نضعك في حرج، يعني لو أنك تراهن على أي من هؤلاء الثلاثة سيحظون بهذا الدعم التوافقي الإسلامي كترشيح الشخصي، من تعتقد أنه؟ والله ترشيح الشخصي أعتقد أنا أحترم الدكتور محمد سليم العوى، ولكن أعتقد أن الأمور قد تجاوزت بهذا التناقض وإلى حد ما. أحترم الشيخ حازم صلاح وإسماعيل كثيرا جدا، ولكن هناك مخاوف كثيرة، ولكن رغم أن أزعم أنه يستطيع الوحيد الآن من بين الثلاثة الذين يريد أن إذا أراد أن يخرج مليونية في الظروف، وهذا تاريخ من الست شهور الأخيرة، ولكن أعتقد أنه بصوت العقل هناك نوع من التجاوب بين بعض الحركات الثورية، بعض الأصوات الإسلامية، بعض أصوات لم تمس. أعتقد أن الأستاذ عبد المنعم الدكتور عبد المنعم مفتوح لم يمس حتى الآن. أعتقد أن من صوت العقل كصوت شخصي. لا أنا أقصد على هذا، يعني إن كنت تتحدث عن سيناريو توافق سلفي إخواني على مرشح بعينه، لا أعتقد أنه من الثلاثة حتى الآن. لن يكون من الثلاثة. لن يكون من الثلاثة. طيب، أولا طبعا لكم حرية التعليق على هذا الأمر. تفضل. طيب، يعني احنا الحقيقه البلد بتعيش حاله من الاستقطاب مبالغ فيها، وانا ارجو حضرتك ان احنا نحرر بس الحوار شويه. مصر الحقيقه مقبله على استحقاق مهم، هو استحقاق الرئاسه، والمصريين كل المصريين بيبحثوا عن رئيس وطني، رئيس يمثل أو يقدم مشروع للوطن بكل ألوانه، وليس مشروع لحزب أو تيار بعينه. هذا ما يحتاجه المصريين. احنا في حملتنا نثمن جدا العمق الإسلامي للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وخلفيته في إحياء الحركة الإسلامية في السبعينات وقيادته لهذا العمل على طول مساره، ولكن في هذه اللحظة مصر تحتاج لرئيس لكل المصريين، رئيس يدعم مشروع نهضة للبلد، رئيس عنده قدرة على التواصل وبناء الجسور مع كل التيارات، ولا يعمق الاستقطاب الحالي اللي موجود في البلد. وأنا أريد أن أعود إليك في هذه النقطة، وما هي القطاعات التي يمكن استهدافها. لكن السؤال الأخير في هذه الجزئية، يعني التأييد الكبير الذي حصل عليه الإسلاميون في انتخابات مجلس الشعب يرجعه البعض إلى أن هناك استقطاب إسلامي غير إسلامي حدث في هذه الانتخابات، وأنها كانت انتخابات على الهوية بشكل أو بآخر. حتى الآن لم يحدث هذا في انتخابات الرئاسة، أو ليس هذا ملموسا على الأقل في انتخابات الرئاسة. بالتالي هل التأثير للحركات الإسلامية المنظمة سواء الإخوان المسلمين أو السلفيين سيكون كما كان في انتخابات مجلس الشعب؟ طب تفضل. أنا الحقيقة أنا عايز أقول إن الهوية المصرية هي هوية إسلامية. مصر دولة إسلامية، واخد بال حضرتك؟ والرئيس الإسلامي اللي هيجي مش معنى كده إن هو هيقصي غير المسلمين. احنا محتاجين رئيس بخلفية وهوية إسلامية شغال على النظرية الإسلامية الوسطية اللي هو اللي بتكفل فيها تحت هذه المظلة حقوق المسلمين والمسيحيين واليهود والغير المؤمنين بأديان، ما داموا في نهاية اليوم دول مصريين مولودين على أرض هذا البلد. نعم. لكن السؤال هو مدى تأثير الحركات الإسلامية المنظمة، الإخوان والسلفيين،
على انتخابات الرئاسة؟ أنا بقول حضرتك، أنا يعني من وجهة نظرنا كحملة إن نحن نرى إن هيحصل فيه توفيق أو توافق ما بين أو اتفاق ما بين جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة وحزب النور، وما يمثله من انت عارف حضرتك الكتل السلفيه او الحركات السلفيه مش كلها حزب النور، فيها مقسمه. اظن هم دول في النهايه، هم دول اكثر كتلتين مؤثرتين في الحراك السياسي. اظن ان ده هيحصل فيه توافق، لان انا يعني برضو في اعتقادي ان هم هيعلوا هنا مصلحه الوطن على مصالح شخصيه ونفهم من كلامك انك تعتقد ان تاثيرهم سيكون كبيرا مبشر جدا جدا. طيب هل هناك قطاعات خارج يعني كما أشير الآن هناك يعني ميزة تميز الإخوان المسلمين والسلفيين بأنهم قطاعات منظمة. هل هناك قطاعات أخرى خارج هاتين الحركتين يمكن استهداف هذه القطاعات؟ بلا أدنى شك. التيار الرئيسي المصري أكبر من كل الأحزاب ومن كل القطاعات. الطبقة الوسطى المصرية، الفلاحين والعمال، طلبة الجامعة، المرأة المصرية التي أبلت بلاء حسنا في الانتخابات اللي فاتت وطلعت بنسب كبيرة جدا. التيار الرئيسي المصري دوت الغير مسيس والغير لكن هل هو منظم؟ الحقيقة ده يمكن حتى يخليني أرجع لسؤال حضرتك اللي تفضلت بيه من شوية، إن الحركة الإسلامية فازت في البرلمان ليس فقط نتيجة التصويت على الهوية، نتيجة تواجدها على الأرض منذ فترة طويلة والعمل لصالح الناس، ويستاهلوا ما حققوه من نجاح. دعوة بقى لها أكثر من 80 سنة شغالة على الأرض، متواصلة مع الناس على المستوى الاجتماعي والمستوى الإنساني، يحق لها أن تصل إلى ما وصلت إليه الآن. ومن هنا بناخد درس لكل المصريين وليس لكل الأحزاب أو المرشحين. التواجد على الأرض، التفاعل مع الناس، الاستماع للناس، تقديم برنامج عملي تنموي. الناس مش محتاجة حد يعلمها الدين، مش محتاجة حد يعلمها إسلامها، محتاجة حد يخدمها، يكون خادم ويكون بناء. مصر تستحق أن تصل إلى أكبر 20 دولة في العالم تستطيع خلال 12 سنة أو 15 سنة ما حقق في تركيا أو ماليزيا أو في جنوب أفريقيا أو خلافه، تستطيع مصر أن تتجاوزه. هذه هي مسؤولية الرئيس القادم، وهذه هي مسؤولية كل الوطنيين المصريين أيا كان انتمائهم. طيب، لكن مرة أخرى هذه القطاعات التي تقع خارج الحركات الإسلامية المنظمة كيف يمكن الوصول إليها؟ يعني هل يكون الوصول إليها فقط من خلال مخاطبة الجمهور المصري بشكل عام من خلال وسائل الإعلام أو من خلال لقاءات جماهيرية، أم أن هناك يعني تعلم مثلا في الولايات المتحدة على سبيل المثال هناك مجموعات ضغط تضمن لك أصوات هذه الكتلة التصويتية، إذا اتخذت الموقف الفلاني ضمنت أصوات مؤيدي حمل السلاح على سبيل المثال في الولايات المتحدة. هل هناك ما يمكن أن نقارنه بذلك هنا في مصر؟ هو الحقيقة احنا لو سلمنا بأن موقف مكتب الإرشاد هيكون مؤثر على الإخوان المسلمين، فاحنا الحقيقة لا نستطيع أن احنا نسلم بأن أي موقف من المواقف الهيئات السلفية سيكون مؤثر على أفراد الجموع السلفيين. الحقيقة الشعبية الطاغية للأستاذ حازم في السلفيين بتخلي أكثر من الناس لحد دلوقتي لم يحسموا مواقفهم، مش بس عشان خاطر هم بيؤيدوا حازم في بعض الأحيان، لا عشان يعلموا إن هم الشعبية دي لن تستمع في بعض الأحيان وفي كثير من الأحيان لمثل أنا آسف أقول التوافقية اللي ممكن تطرح. احنا ما عندناش مشكله الحقيقه في الاستقطاب لسبب صغير. احنا شغلنا دلوقتي مش على جموع السلفيين. الحقيقه احنا شغلنا دلوقتي على الشعب المصري ككل، واللي حضرتك تفضلت بيه احنا ما عندناش مخاوف خالص من غير الاسلاميين، لسبب ان الحقيقه كان الاستاذ حازم صلاح ابو اسماعيل الفتره اللي فاتت. انا بس تعليقا على النقطه دي، احنا كان في كثير من المواقف المشتركه تربط ما بين حازم صلاح ابو اسماعيل وكثير من التيارات الليبراليه وكثير من التيارات الثوريه، في مواقف كتير في بعضها اللي الناس كانت بتستغرب ازاي ان الليبراليين وكثير من التيارات الثوريه وبجوارهم حازم صلاح ابو اسماعيل والتيار بتاعه واقف بيدعمهم. وكثير من الاحيان خرج حازم صلاح ابو اسماعيل بيدعم حتى افراد من الحركات دي، سواء كانت في محاكمات عسكريه او غير محاكمات عسكريه. فاحنا الحقيقه متواصلين مع الجميع، ما عندناش مخاوف من ان حاله الاستقطاب دي ممكن تحصل. طيب. اسلاميين او غير اسلاميين. طيب. يعني الحملة الانتخابية ما يصل إلى جمهور الناس منها هو التصريحات التي تطلق في اللقاءات الجماهيرية، المواقف السياسية التي يتم التعبير عنها من خلال المرشح. لكن لا شك أن هناك يعني عمل كثيف
أكبر من مجرد تحضير لقاء جماهيري؟ لابد أن هناك، أو لا أدري يعني هذا هو السؤال، هل هناك تربيطات ربما توحي بإيحاء سيء، ليس هذا هو ما أعنيه، لكن هل هناك محاولة للفوز بأصوات عائلات على سبيل المثال، مناطق بعينها؟ كيف يقضي المرشح محمد سليم العوا على سبيل المثال أسبوعه في المعتاد؟ خليني أقول لحضرتك احنا أبعد ناس من موضوع التربيطات. احنا بنعرض يعني عفوا، لكن اللفظ لم يكن موفقا. ما أقصده هو المحاولة الإقناع كتل معينة أنا خلينا يعني أبسط الفكرة. احنا عندنا بضاعة بنعرضها على المجتمع المصري، اللي بيقبل هذه البضاعة بيشتريها، اللي مش بيقبلها بيروح يشوف حد تاني عنده بضاعة أجود مننا. الحقيقة احنا بنرى ان هذه الفترة اللي احنا مصر بتعيشها من قبل الاستفتاء لغاية النهاردة دي فرصة طيبة جدا جدا، أو فرصة ذهبية إن كل حد عنده فكرة بيعرضها على الشعب المصري، من أول التيارات الليبرالية مرورا بالتيارات الوسطية ثم التيارات الإسلامية. الحقيقة دي فرصة هائلة جدا جدا إن الشعب المصري نرفع من وعيه الثقافي ووعيه السياسي ونبصره بامور ما كانش مبصر بيها قبل كده. وده الحقيقه اللي احنا بنقوم بيه. احنا ما عندناش ابدا اي خطه او اي اسلوب اخر غير ان احنا نتقابل وجها لوجه مع اكبر قدر من الشعب المصري اللي احنا نقدر نقابله. احنا مثلا في المحافظات بنعمل لقاءات من بعد صلاه الظهر لغايه الساعه 10 11 بالليل، لان هو ده الاسلوب الوحيد اللي قدامنا. احنا ما فيش عندنا فلوس كتير قوي عشان نعمل اعلانات كتيره، رغم ان المفروض ان ده مش هيحصل الا بعد انتهاء غلق باب الترشح، لكن احنا مش ناويين نصرف فلوس كتيره على اعلانات والكلام اللي بيحصل مثلا في الدول مثل امريكا او اوروبا. بعض المرشحين بيصرفوا كويس في بعض، لكن انا بتكلم على الحاله بتاعتنا. بيصرفوا كتير طبعا، في مبالغ هائله، في مبالغ هائله. يعني البعض تحدث عن حملات وندوات وسفريات وما الى ذلك بدون اي ضبط. هل هذا عيب بالضروره؟ هذا ليس عيبا، ولكن القانون غير مفعل حتى الان. انت تقوم بحمله حتى الان ولم تبدا الفتره يعني الرسميه لها، وهناك مصاريف زياده جدا، والحديث عن تمويل عربي والحديث عن تمويل داخلي والحديث عن بعض شيكات، لا ادعي ولن اقول اسما، ولكن بعض يتداول الان كثيرا، فلان ظهر في المكان الفلاني لانه على علاقه ب واجنده وفلوس، هي فلوس كتير تدفع. يعني ده لماذا لا يكون هناك تعليق؟ وادعوكم انتم الثلاثه كمسؤولين حملات للتعليق على هذه الاسئله. سمحت لي، العيب في هذا الامر هو غياب الرقابه في هذا القانون. الحقيقه القانون موجود، لا القانون فيه سقف 10 مليون جنيه، لكنه غير مفعل زي الاستاذ محمد لما قال. في القانون وجود قانون من غير رقابه عليه زي قلته. يعني اذا كنت انت مطلع في القانون ان سقف الانفاق هو 10 مليون، قول لي احط حساباتي في اني بنك. الرقابه، فعل الرقابه عليه عشان يبقى في عداله ما بين المرشحين في ذلك. فبينما ينفق مرشح آلاف الجنيهات او بعض الملايين، ينفق الاخرين مئات الملايين، وما زالت خططهم يعني دسمه وفيها انفاق كبير. انا اقول ان هذا يتنافى مع العداله الاجتماعيه التي ننشدها. الاعلان الواحد ممكن يعلم 100 شخص، ممكن يجوز 50 ولد وبنت. عشان كده عاوزين نعمل دعايه ايجابيه، عاوزين نوصل فكرتنا يعني في ولكن بعداله. هناك دائما اشكاليه في مساله التمويل، لانه يعني من السهل الى حد ما تنظيم والرقابه على ما يمول من الحملات مباشرة، لكن كيف يمكن الرقابة على ما يقوم به مؤيدون لا بس هو القانون حتى لا يحاسب المؤيد. أنا راجل بحب فلان الفلاني وقررت أن أنا أعمل له صوان في مكان ما وأستضيفه في بيتي، أفتح شقة من شقق يعملها مقر للحملة. كل ده اللي شغال دلوقتي. لكن هنيجي في لحظة البلاد المنظمة التي فيها قانون محترم بتقول لك هتصرف قد إيه، امتى، من امتى لامتى، حتى الاعلان بتاعك هتحطه فين. الحمله دي ليها 3 اماكن في القاهره. حتى الصوان انت بتتكلم حتى الصوان كانه تبرع ومحسوب منه ومحسوب. ويجب هنا الشفافيه، والا هتبقى نوع من الحرب الدعائيه التي لن يستفيد منها احد. حضرتك سالت على يعني التواصل وكيف يقضي المرشحين ايامهم. الحقيقه لعلنا كلنا يعني المتاح، يعني احنا زرنا 5 محافظات في 5 ايام. احنا حتى بنهزر مع الدكتور عبد المنعم مفتوح، بنقول له احنا عاوزين سبيد ليميت، لان
انت ماشي، واحنا يعني فعلا بنتواصل، وده جزء مهم. والحملات، ولعل دي تجربه جديده في مصر، تجربه وجود، احنا اول مره يكون عندنا انتخابات رئاسيه حقيقيه، اول مره يكون في حملات انتخابيه ومديرين حملات انتخابيه. وانا استغل الفرصه دي ان انا فعلا اشكر حملتي جدا، لان هم متفانيين، نسبه كبيره من المتطوعين طيب. من البنات والشباب بيعملوا في هذا وهذه الاتجاه نقطة في غاية الأهمية. بجديه. يعني أنت أستاذ هشام تحدثت عن وجود حوالي 120 شخص متطوع في الحملة. 120 ألف بالتأكيد. يعني ربما لأسباب متعددة تتعلق بالواقع السياسي المصري ليست هناك مجموعات من السهل تحديدها يمكن الوصول إليها وضمان أصوات هذه الكتل. ربما يكون هذا الواقع، لكن هناك كذلك حاجة ملحة إلى وجود قوة تنظيمية تحشد على الأقل يوم الاختراع. هذا ما يتميز به الإخوان المسلمون على سبيل المثال، والسلفيون كذلك. ما هي احنا الحقيقة بس، والحقيقة النقطتين مرتبطين ببعض. جزء التمويل، وده الحقيقة جزء شاغل شاغل كل الحملات. احنا الحقيقة برضه أقول لحضرتك احنا حاولنا نتغلب على الأمر ده ازاي عشان نقدر نستمر. في بداية الحملة بتاعتنا كان التمويل الحقيقة الوحيد كان من المرشح نفسه، وبعد شويه اكتشفنا ان بالمنظر ده هنخش بمرشح مفلس الرئاسه، فكان لابد ان احنا نلاقي حل. كان ساعتها الاستراكشر او الهيكل التنظيمي بتاع الحمله المركزيه اكتمل. ابتدينا نوصل لمرحله الى ان عدد المتطوعين كبير جدا، زي ما بقول لحضرتك 120,000. لا يستطيع اي حمله مركزيه اداره مثل هذا الرقم لوحدها. ابتدى يحصل حملات فرعيه وحملات موازيه. احنا الحقيقه دلوقتي ما يميز حمله صلاح ابو اسماعيل، ويمكن المواقع اللي على الفيسبوك هتلاقوها متعدده ومش كلها هي الموقع الحمله المركزيه، هو وجود عده حملات موازيه وفرعيه، ويتم التنسيق فقط على لجنه التخطيط. هل يمكن ان يكون لهذا اضرار؟ له اضرار وهذكرها لحضرتك، ولكن في محل التمويل فقط. احنا دلوقتي وصلنا لمرحله الى ان احنا في نوع من التوجيه. احنا بنعمل الديزاين مثلا بتاع البوستر وبنحطه على الفيسبوك، احنا وبنقول ان احنا محتاجين ان التواجد يكون في الاماكن الفلانيه والفلانيه. الحقيقه كم المتعاونين اللي بيطبع، ومش في مطبعه واحده ومش بنجيب اوفر، ده كم المتعاونين اللي بيطبع هذا الديزاين ويحطه ويعلقه مهول جدا. في بدايه الحمله كنا متخيلين ان عيوب هذا النظام هتكون مسيطره، منها انك انت مش هتقدر تضبط الرساله والاداء. الحقيقه ضبط الرساله ده جاء بان ابتدى يحصل نوع من التنسيق والتقبل للحملات الفرعيه، والحقيقه فوجئنا بان كتير منهم جهده اكثر انضباطا واكثر ايجابيه على الارض من الحمله المركزيه نفسها، لدرجه ان كتير من المؤتمرات الشعبيه ومن الاعداد بيبقى ان هم عارفين كويس قوي ان في نظام معين يتم بيه المؤتمر، ولكن ما بيبقاش للحمله المركزيه دخل اكتر منها بتروح مع المرشح. الحقيقه اغلب الاماكن بنروح نلاقي الحشد الجماهيري موجود، الصوان معمول، الدنيا جاهزه الى ان المرشح بتاعنا يطلع على المنصه ويبتدي الحديث. استاذ محمد، هل تعتمدون هيكلا تنظيميا مشابه لذلك؟ هل لديكم قدره على ان تكون هناك أن يكون هناك من يحشد، من يأتي بالصوت كما يقال يوم الاقتراع؟ هو عايز أقول لحضرتك بما أن التجربة كانت جديدة جدا على مصر، فكلنا فتحنا الكتب، شفنا الناس مثلا آخر أوباما مثلا عمل إيه في الكامبين بتاعته، وفتحنا في الإنترنت وشفنا الهياكل بتبقى عاملة إزاي. طبعا هو في نهايه اليوم اظن الهيكل موجود في الحمله بتاع الدكتور عوض، هو موجود في الدكتور عبد الفتوح، في الاستاذ حازم، في جميع الهياكل. في النهايه الاختلاف هو في التطبيق والاستراتيجي بتاعتنا. احنا النهارده هنطبق ازاي الفعل بتاعنا على ارض الواقع. احنا بدون شك احنا زينا زي غيرنا، عندنا في كل المحافظات عندنا مؤيدين، وبالتالي في اي محافظه هو اهل مكه ادرى بشعابها بقى. فلما بنروح مثلا محافظه الغربيه فهم بيقولوا لنا هنروح القريه دي احسن من هنا، نعمل في المكان ده احسن من ده. فبالتالي ده المتروك فيه برضه عندنا نوع من انواع عدم او لا مركزيه في اتخاذ القرار، بحيث في النهايه احنا عندنا هدف وحيد هو اللي نقدر نوصل ليه. اساليب تختلف طبعا، يعني سلو بلدنا بيختلف بقى، الصعيد يختلف عن بحري، عن الدلتا، عن القاهره، وبالتالي الحقيقه الامر ده في عندنا نوع من انواع المرونه شويه في الوصول ومخاطبه الحقيقه الناخبين بتوعنا او المؤيدين بتوعنا. ايضا عن الهيكل التنظيمي لحملتكم، لكن كذلك عن مجموعه يعني يبدو ان هناك شعبيه ما لعبد المنعم ابو الفتوح
بين أفرادها، وهو ما يمكن أن يطلق عليه يعني بين قوسين المجموعات الشبابية الثورية. يعني كان عبد المنعم مفتوح من الذين رشحوا أثناء أحداث محمد محمود لأن يكون أحد 3 أشخاص في المجلس الرئاسي. هل يمكن التعويل كثيرا على هذه هل تعولون عمليا يعني كثيرا على هذه المجموعة؟ هل تستفيدون من طاقتها وما هو حجمها كذلك؟ لا قطعا. هذه المجموعات تمتاز بوطنيتها، تمتاز بنشاطها وناشطين، ويعود لهم الفضل في كثير من تطور الحالة السياسية المصرية. نحن على تواصل جيد معهم، كما نحن على تواصل مع كما قلت الحالة المصرية عامة. نحن متواجدون في محافظات مصر. طيب يعني فقط سريعا في هذه النقطة، حجم هذه المجموعة الفعلي في الشارع، لأنه قائمة مثل قائمة الثورة مستمرة على سبيل المثال، أكثر المجموعات التي يمكن أن تعرف بأنها مرتبطة يعني بالثورة في الانتخابات البرلمانية لم تحظى بنسبة، يعني حظت بنسبة ضئيلة من المقاعد. نعم. لعلي في إجابتي وضحت إن أدائهم ونشاطهم وفاعليتهم على الأرض يمكن تكون أكبر من الحجم العددي الذي ليس عندي حصر به، ولكن الحقيقة كفصيل يعني كل من هو يعني وطني ويقدم في هذا الاتجاه نحن على تواصل جيد معه. مصر مش هي القاهرة واسكندرية والمدن الكبرى، مصر هي الأرياف، هي المحافظات، هي الصعيد الذي زرناه محافظة وتواصلنا مع العائلات فيه. برنامجنا مبني ان احنا هنوصل لعدد معين من الأصوات من خلال عدد معين من المتطوعين في وقت زمني محدد. هذه خطتنا الاستراتيجية من الأول. لهذا نحن نعتمد استراتيجية زي ما أخويا محمد قال، إن الفكرة في الاستراتيجية اللي أنت بتشتغل فيها، استراتيجيتنا الوصول للأصوات من خلال التواجد على الأرض والعمل مع المتطوعين. هذا لا ينفي أن احنا عندنا هيئة استشارية في الحملة، مستشارين سياسيين، إعلاميين، تسويقيين للعمل على القطاعات المتخصصة ديت. وأحب أشير بس لحاجة بسيطة جدا، أن روح الحملة العمود الفقري فيها هو المكتب التنفيذي للحملة، الذي يعني لعل من الحاجات المشجعة نائب المدير التنفيذي مثلا شاب عنده 26 سنة، ومباشرة بعد الثورة من الميدان انطلقنا وبدأت الفاعلية حتى وصل عددنا إلى الآلاف. طبعا العدد المسجل عندنا على الانترنت مثلا حوالي 300 ألف مناصر للموضوع. الأعداد ما بين الحملة المركزية والحملات الجماهيرية فيها مئات الآلاف من الناشطين، ولكن الكواليتي أو الكيف موجود. شباب مصر الإسلامي والليبرالي، هناك مجموعة من الأقباط معنا في الحملة تدعمنا بشكل جميل جدا بالذات في الأمور الفنية وهكذا. هذا ما نستمتع به في إدارة الحملة لأول مرة في مصر. نعم. محمد سيد، أولا إذا أردت التعليق على الهياكل التنظيمية للحملات، لكن سؤال أيضا كذلك بالنسبة للمرشحين المحسوبين على التيار الإسلامي، هل هناك فرصة حقيقية أمام أي مرشح منهم للفوز بالانتخابات في النهاية إذا لم يكن مدعوما من الإخوان والسلفيين، أي بمعنى آخر إذا وقف الإخوان والسلفيون مع مرشح آخر؟ رغم كل اللي قلناه، أعتقد أن آلية الانتخابات الرئاسية تختلف كثيرا عن الانتخابات البرلمانية. ودعني قبل أن أجيب على أفصل هذه الجزئية أقول لك أن كثير وكتاب لهم ثقلهم في مصر لهم كتبوا عن ملحوظة مهمة جدا أدعوكم للتعليق عليها، وهي الشورى على سبيل المثال. إذا كان هناك كل هذا الزخم الإسلامي والنجاح الإسلامي فيما إلى ذلك، فلماذا لم يحشد الإسلاميون سلفيون منهم وإخوان سوى تقريبا من 6 إلى 10% في الجولتين؟ يعني الشورى بس كل الذين أدلوا بأصواتهم لكنهم حصلوا على ما يحتاجون. يعني إذا هؤلاء هو القوة الفعلية لهم في الشارع. قد أجيب عليك هذه الإجابة وهي قد تذكرك. هل تعتقد ذلك؟ أعتقد أيضا، ولما له تعليق أعتقد ذلك، وأعتقد أيضا أنها هذه النسبة لو تذكرك بنسبة المشاركة الفعلية في الانتخابات النقابية التي كان يفوز بها الإسلاميون. إذن الآلية مختلفة في انتخابات الرئاسة، والذي يراهن على الشارع حقيقة هو الذي سيفوز. وأذكرك بشيء آخر، هناك رغم اقتناعي بالبرامج الإسلامية لثلاث مرشحين، أعتقد أن نسب استطلاعات الرأي لها كلام آخر. استطلاعات الرأي تتحدث عن حتى عمر سليمان الذي لم يعلن ترشحه أحيانا يعلو على المرشحين الإسلاميين، صح ولا لا؟
احمد شفيق رغم كل هذا احمد شفيق الذي لي شخصيا ولكثير من الجالسين هنا ملاحظات جوهريه على ادائه تجاه الثوره وعلى دوره السلبي تجاه ابتداء من موقعة الجمل وحتى خروجه. ترسيخ هذا الانفلات الامني اعتقد شخصيا وكثير انه بدا مع احمد شفيق. له شعبيه الان. هذا السؤال. بل اذهب اكثر من ذلك، استقبالات استطلاعات الراي، يعني استطلاعات الراي، ولكن لا الاليه ايضا حتى اداره الحملات. واعتقد ان المقابله الشخصيه، الكاريزما، الاحساس بالامان، عدم تخوين العناصر الاساسيه للبلد، حتى الجيش، حتى اذا اختلفنا معه، هذا عنصر مهم في الفتره المقبله. هذا عنصر مهم واعتقد انه جوهري، وسيفوز من يحافظ على التيمه الاسلاميه والعناصر الاسلاميه ومن يتعامل مع الشارع. انا ذهلت بكم الاستقبالات لاحمد شفيق وعمرو موسى على سبيل المثال، واذكرهم خير حتى يعني الان، وفي الصعيد او في دلتا على سبيل المثال. هذا احساس بالامان وخبره الناس. كثير من المصريين حتى في عهد وجود مبارك، انت تؤيد الشخص القوي، الرجل ظل رجل قوي، انت تحتاج الان في ظل رجل قوي. انت قد اؤيد لكن شخصيه تنتمي للاخوان في صوره ذهنيه الاخوان او السلفيين. طيب. ولكن عندما ترتبط بالشخص فانت تريد الشخص دما ولحما وقوه وامنا وكاريزما وكل شيء. طيب. اعتقد ان هذا الفيصل. طيب، يعني للاسف انتهى وقت الحلقه. كنت اود ان اسمع تعليقات من ممثلي الحملات على هذه الخاتمه، لكن شكرا جزيلا لمحمد السيد صالح مدير تحرير المصري اليوم، ولمحمد الشهاوي، الدكتور محمد الشهاوي مدير حملة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح لانتخابات الرئاسة، ولمحمد مؤمن مدير حملة الدكتور محمد سليم العوا، ولهشام نور الدين عضو المكتب الإداري لحملة حازم صلاح أبو إسماعيل. شكرا لكم جميعا، وجزيل الشكر لكم مشاهدي ومستمعي BBC على المتابعة، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.